انت برضه مخنوق، كلنا مخانيق. فحصل معايا موقف كده وانا اصلا بردان وجسمي بيوجعني، رحت داخل ايه رابط الحزام بتاع الظهر ده على جسمي. شدد عليا فشخ ووجعني اصلا ظهري، واساسا بردان يعني. بس فكل ما بتبدن بقى وبتخنق كده بنزل ايه اتمشى شويه على الهادي. لقيت الزيت عايز يتغير، قلت اروح لاخوك شامبر يغيره لنا. صح، قلنا صح بقى. اه اه، ننزل نغير جو، انزل اتمشى واستسلم للبرد. صباح الفل بقى، افضل ابيد على نفسي، افضل اتخنق. ان انا والله العظيم يا عم قاعد في الشغل، المفروض ان انا الشغل على طريق التليفون، فاهم؟ وهوبا صباح الفل بقى مفيش شغل النهارده نهائي. اهو بدأت والله اصور حبة حبة. والله بص فضة ما اكذبش عليك يعني، جالي كام عرض حلو ان انا انزل اصورهم، فاهمني؟ وبالعكس الموضوع كان هيبقى فيه فلوس كبداية، مش فلوس واو، بس ان انت بتتقدر في نقطة ان انت نزلت صورت، فحد بيطلع لك حتى لو كان مبلغ صغير، اللي هو لاجل تعبك وان انت هتيجي تصور وهتعمل فيديو وكلام من ده. فدي حاجة لوحدها بتفرح. بس نقطة انا لما اجي اتطلب مثلا في اكل سوشي، انا لا افقه شيء، هيطير هو ما هو واقف. اما يجي الطلب انا في ايه، في اكل سوشي يا زميلي، انا ما بفهمش حاجه في اكل السوشي. يعني انا ما اعرفش انا هاكل ايه اصلا. يعني انا هاكل ممكن اللي هو كنت هعمل فيديو اللي هو عيش اول تجربه، لو انت يعني ما دقتوش قبل كده وكلام من ده. بس انا مش داخل، انا مش عارف هاكل ايه اصلا. يعني ايه الاكل ده اصلا انا ما اعرفش. انا ما اكلتوش غير مره واحده بس في النايت اللي هو جنب جاكسي ده، مش فاكر كان اسمه ايه. مش عارف بقى هل الموضوع زفر وهشم يعني هلاقي فيه زفاره واكل ني، مش فاهم الفكره، ورز ايه. اخش اجرب، ما انا جربت بقى، فاهم؟ جربت زائد مثلا جالي بعديها ايه حد مثلا بتاع محشي وحاجات من، انا لا افقه شيء عن المحشي. انا كل علاقتي بالمحشي الرز بتاعه، ورق العنب. يعني المحشي عباره عن ورق عنب بالنسبه لي. فبصراحه يعني الشخص اللي انا بعد كده نزلت مطعم، مش مطعم، هو مطبخ حد كده لطيف، عشان اتعلم ايه الفرق وايه الحاجه برضو عليا لنفسي. بصراحه كانت اول مره، لا اول مره في حياتي اكل مثلا اكل فلفل كوبي. كنت اكل كوسه، مع اني انا ما بحبش الكوسه قوي، ماليش على الكوسه قوي، بس اكلتها كان طعمها جميل. ابقى فاهم. انا علاقتي كلها في الفرايد تشيكن. يعني انا قعدت 3 سنين في الفرايد تشيكن، 2.5 في الفطير والحاجات اللي هي في المطعم اللي اشتغلت فيه ده، ومكرونات وكده. ايه صح، لازم بنت اكيلها. الله، بنات تاني، بنات تاني. لوحدي انا مكسل بصراحه يعني، بس في شله كده حلوه معايا يعني، ساعات بتشجعني وساعات كلنا بننمل يعني. مم. وفي كذا حد برضه قال كلمني في النقطه دي، نقطه ان انا يكون معايا حد يشجعني في الحوار ده، فاهم؟ بس انت فاهم بقى، انا بنات تاني، بنات تاني، بنات من غير حوارات. طب تتركب ازاي ده فضل؟ ازاي الاقي بنت من غير حوارات يعني؟ بنت مين؟ لوزة؟ يا نهار اصفر. تصدق وتقسم بالله البت دي جت في بالي فكرة تصوير برجر بلسانها اللي 3 متر قدام ده، ما شاء الله عليه. والله
بس هي البت موديل يعني، هي البت برضو جميلة في نقطة ان هي تنفع موديل. اه ممكن برضو يا جدع. هنجرب نجرب الاكل بقى ايه، الكوارع، الحاجات من دي اللي انا كنت برضو متعود عليها في مصامت. اروح اشتغل في دهب ايه؟ طيب ما هو عندي حد جه عرض عليا، عدي يا حبيب قلبي. هشتغل في دهب اصلا ما فيهاش شغل، دهب كلها اكل والاكل كله غالي. اسكندريه بايظه باشا. احنا نرجع نرسم تاني يا باشا. ها بس ايه رايك في الرسمه اللي انا رسمتها؟ الايه؟ مش سامع. ما انت بتتصل بمين الغباء ده؟ اه ماشي روح. ماشي. معلش يا اخواتي، كنت بكلم اخويا، فاديكوا حضرتوا معانا قصه حزينه من قصصنا، ان هو مكتئب وانا مكتئب، واديكوا عرفتوا ان انا عندي برد ورايح لاخونا شمبر عشان خاطر اغير زيت. في صوت زين مش فاهمه، حاسه تسريب في الهواء بتاع الجاكمان. فهنروح لاخونا شمبر، وهو ما شاء الله عليه جنب البيت عندي زي ما انتم شايفين. بس هو انتوا محتاجين مكنه اوف رود عشان امشي في الدغدغه دي. اي 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 اي. والله انا ما شفتكش انت بتعمل كده، بس انا رايح كده كده يعني. فيك سواق يا صاحبي، ظهري فشخني. طب انا دلوقتي لما عاوز انف مثلا وانا لابس الخوذه، اعملها في الماسك حفاضه دي. وصلنا القاهره. صح انا لسه هاخد دور؟ لا يا باشا، اشتغل بايدي، مفيش منه الكلام ده، هشتغل بايدي. انت بتعرف تشتغل يا عم؟